إخواني أخواتي، السلام عليكم. وأخيرا جاء اليوم اللي كنتو كتسناو معايا، اليوم ديال انطلاق قافلة مغاربة العالم نحو الصحراء المغربية، وإن شاء الله غادي تعيشوا معنا الأجواء الرائعة والاستمتاع بأكثر عدد من المقاطع المتنوعة، وهذا كله من أجل تخليد ذكرى المسيرة الخضراء. والهدف الأول هو التطبيق الحرفي لكلام ملكنا الغالي، وحيث قال في الخطاب السامي: الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود، بمعنى أن الصحراء منا وجزء من حياتنا كمغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وواجب علينا نزوروها ونصلوا الرحم مع أهلها ونتحسوا ترابها الطاهر. ولهذا تم تنظيم ولله الحمد أول قافلة تضم مغاربة العالم، وكانت هذه هي النسخة الأولى ولن تكون الأخيرة إن شاء الله. إخواني أخواتي، هذا كان فقط مقطع المقدمة ولنبين أن المسيرة علنات على الانطلاقة ديالها، والانطلاقة اللي كانت من مدينة مراكش مرورا بمدينة أكادير، وحنا الآن لحدود هذه الساعة بمدينة تيزنيت. وكنهنئ جمعية المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم على حسن التنظيم، وطبعا بمساعدة السلطات والأمن. دمتم فخرا لنا. إخواني الكرام، للإضافة عرفت أن الجميع باغي يمشي ويشارك في هذه المسيرة، المغاربة كاملين متحمسين كلهم وطنية، ولكن بغيت نخبركم ان الزلزال بدل بزاف ديال الامور وبغيتكم تعذرونا، الله يجازيكم بخير. والنسخه الثانيه ان شاء الله غتكون مفتوحه في وجه الجميع. اخواني اخواتي، اما عن نفسي انا في قمه الفرح بهذه الزياره الميمونه لاقاليمنا الصحراويه. ما تنساوش تساندونا بالبارطاج في هذا الامر لحقاش مهم بزاف، ودابا نوضح لكم كلامي اكثر في المقاطع الجايه. وان شاء الله واخا السفر والبعد ما غاديش ننساكم من مقاطع اخرى في مختلف المواضيع. دعوا معنا دعوا معنا. تحياتي لكم والسلام عليكم.